السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ وحشتوني من الفيديو اللي فات. اسفة، القطة كانت هنا ووقعت القلم. هجيبه وارجع لكم ثانية واحدة. دلوقتي ان شاء الله احنا داخلين على زيادة. اي حد بيقبض مرتبات سواء كان قطاع حكومي او قطاع خاص داخل على زيادة، في زيادة في اخر شهر 7 او مع مرتب شهر 7. الزيادة بتتراوح ما بين 800 ل 1500 حسب الدرجة. يعني اقل ده بعد الخصم، يعني في المفروض الحكومه قالت الزياده اكتر من كده بس بيتخصم منها حاجات. فبعد الخصم اقل زياده هتبقى 800 جنيه ان شاء الله. هنتكلم على اعتبار ان اللي جاي ده اقل زياده. طبعا لو حضرتك او حضرتك جاي لك زياده اكتر ربنا يبارك لك يا رب. هتعمل نفس الاسلوب لو عاوز او عجبك الفيديو. هتعمل نفس الاسلوب بس على الزياده الاكبر. نبص كده. دلوقتي الزياده نعتبر انها 800 جنيه. ال 800 دول انا مش هحطهم على مصروف البيت نهائي، ولا كانهم جم ولا هاجي جنبهم خالص. امال هعمل ايه بيهم؟ ايه، هفضل برضو مقرطه على نفسي. هفضل برضو عماله مكبره دماغي من حاجات كتير او من طلبات كتير ليا ولبيتي ولولادي عشان خاطر احوش او اوفر. استحاله، ما قلتش كده. عندنا 800 يعني 4 ميتينات. الاربع ميتينات دول انا هعمل بيهم ايه؟ انا هدخل في 4 جمعيات. حلو كده. يبقى انا عندي الاربع ميتينات هدخل فيهم بيهم في 4 جمعيات، 200 و200 و200 و200. هعمل ايه بالجمعيات دي كلها؟ طب ما انا اصلا اوريدي داخل في جمعيه. ايا كانت الجمعيه اللي انت داخل فيها ايه، او اتكلمنا 100 مره ان كل واحد لازم يدخل في جمعيه. حتى لو ب100 في الشهر يقبضها 1000، 100 200 300 كل واحد حسب مقدرته، عشان تبقى فلوس للادخار بعيدة عن ايدينا. يعني اصلا احنا داخلين في جمعية. هنعمل ايه بال4 جمعيات دول؟ ما نفرجها على نفسنا بقى، لا. اول 200 فيهم هبدأ بيها جمعية بداية من شهر 9. اول واحدة فيهم هدخل فيها جمعية ادفعها في شهر 9. طب وشهر 7 و8 اعمل بيهم ايه؟ في شهر 7 هيبقى معايا 200، وفي شهر 8 هيبقى معايا 200. ال200 اللي في شهر 7 هخرج اتفسح بيهم، ال200 اللي في شهر 8 هخرج اتفسح بيهم. كده انا نزهت نفسي انا واولادي، او خرجنا خروجه زياده الشهر ده وخروجه زياده الشهر ده عن الطبيعي او عن اللي انا بخرجه. هل الخروج هتكلفني 200 جنيه بس؟ لا طبعا. هي هتساعد في خروجه حلوه، لكن مش اساس خروجه حلوه. هي هتزود على اي فلوس ابقى عامله حسابي فيها على خروجه حلوه. رحت راس البر، رحت اسكندريه، رحت دمياط الجديده، رحت على البحر في اي حته، رحت على البحر في بورسعيد. يبقى معايا فلوس اجر شمسيه واجيب حاجه حلوه لاولادي وانا قاعد معاهم. تمام. يبقى انا اول 200 مش هاخدها في شهر 7 اتفسح بيها فسحه حلوه، واخدها في شهر 8 اتفسح بيها فسحه حلوه. بدايه من شهر 9 ادخل بيها جمعيه. الجمعيه دي لمده 10 شهور. يبقى ال 200 جنيه دي هدخل بيها جمعيه بدايه من شهر 9 ولا لمده 10 شهور هقبضها 2000 جنيه. حلو وجميل. تمام. الجمعيه دي هعمل بيها ايه بقى؟ اول لما اقبضها او ما يجي عليا الدور علشان اقبضها، هعمل بيها ايه؟ هشتري بيها حاجه للبيت. ثواني عشان الأذان بس. يبقى اتكلمنا عن أول 200 إن شاء الله أصرف منها في شهر 7 على خروجة حلوة، وفي شهر 8 على خروجة حلوة. بداية من شهر 9 أدخل بيها جمعية 10 شهور. وقت ما يجي عليا الدور هقبض 2000 جنيه وأجيب حاجة للبيت. حاجة للبيت زي إيه؟ إيه اللي البيت محتاجه أجيبه. أشهيص البيت بأي طريقة. عايزة أطور من البيت في حاجة، ماشي. حاجة أنا محتاجها المطبخ أجيبها. محتاجة حل أو حلتين أجيبهم، صينية أو صينيتين أجيبهم. محتاجة مليات أو فوط أجيب. محتاجة أغير التندة أجيب، أو أجيب أعمل ستارة للتندة، أعمل ستارة للبلكونة أجيب، أعمل ستارة للمطبخ أجيب مشاية أجيب. أي حاجة محتاجها البيت أجيب. أعمل حسابي على كده كل 10 شهور ربنا يكرمني إن ال200 جنيه دي تستمر في جمعية، وكل لما أقبض 2000 جنيه أجيب بيهم حاجة للبيت. كده أنا نزهت نفسي. أولا قبل اي حاجه انا اتفسحت فسحتين حلوين مع فلوس من معايا طبعا في شهرين 7 و8. تاني حاجه انا جبت الحاجه اللي نفسي فيها في البيت عشان انا اللي قاعده في البيت.
يعني الزوج والولاد معظم الوقت مش في البيت، انا اللي قاعده في البيت، عيني هي اللي لازم ترتاح، نفسيا لازم ابقى راضيه. فما افضلش كل حاجه افضل ان انا اجيب اكل وشرب او حاجات للولاد او حاجات للزوج وانا مش عارفه ارتاح نفسيا في بيتي. تمام، ادي اول 200. تاني 200 مجرد ما هبدا ان انا اخدها هدخل بيها جمعيه لمده 10 شهور. ال 200 دي انا هقبضها او هتفق مع صاحب الجمعيه اللي انا هدخل فيها ان انا هقبض الاول او التاني بالكتير، واغلب الوقت هيبقى التاني لان صاحب الجمعيه هو اللي بيقبض الاول دايما. فانا هدخل في جمعيه واحاول ان انا اقبض التاني، فال200 دي هتبقى في اخر 7، انا هقبض التاني يعني في اخر 8. هعمل ايه بال2000 اللي انا هقبضهم في اخر شهر 8 دول؟ اجيب كتب المدارس وافضل اسد فيها بقى لمده ال10 شهور. هجيب كتب المدارس. طب ما انا كنت بجيب كتب المدارس، طب ما انا يعني في العادي قبل الزياده كنت بجيب كتب المدارس، ما انا كده خفيت على نفسي. انا هجيب كتب المدارس من الجمعيه دي، من ال200 الزياده دي، وخفيت على نفسي. اي فلوس بقى كنت بجيب بيها كتب المدارس ممكن استغلها في اي حاجه تانية، اعينها على جنب للطوارئ، لدكتور، لفواتير، اي حاجه تانية. كده اول 200، اول 200 للفسح والتنزه او الترفيه اول شهرين، وبعد كده في جمعيه والفلوس لما تيجي اجيب حاجه للبيت. تاني 200 اول ما نقبضها ندخل في جمعيه اقبضها التاني تقريبا واجيب كتب للمدارس. طيب تالت 200 هدخل برضو في جمعيه. كل دول هيتدخل بيهم جمعيات بس منفصلين مش مع بعض، 200 لوحدها، 200 لوحدها، 200 لوحدها، 200 لوحدها. وهقول لكم الوقت تالت 200 هدخل بيهم في جمعيه اقبضها 2000، ايا كان الدور ايه بقى، انا اختار الدور اللي يريحني. ويا سلام بقى لو قبضناها قبل رمضان ان شاء الله هتتقبض 2000 قبل رمضان. 1000 منهم اجيب بيهم حاجات من طلبات رمضان، ربنا يكرمنا يا رب ويعيدوا علينا بخير، و1000 التانية هعينها عشان اجيب حاجات للعيد. يبقى انا كده هدخل بال200 دول اقبض 2000، ويا ريت اظبط اموري ان انا اقبضها قبل رمضان. 1000 من ال2000 دول انا هجيب بيهم حاجات او تساعدني في متطلبات رمضان. طبعا رمضان مش هيبقى متطلباته ال1000 بس، لان هكمل بيهم على الفلوس اللي معايا. و1000 اجيب بيهم حاجات للعيد، كحك وبسكوت، بلوزه لابني، بنطلون لبنتي، وهكذا. بلوزه لبنتي وبنطلون لابني. طيب ال200 الرابعه هعمل بيها ايه؟ هدخل برضو بيها جمعيه. الجمعيه دي برضو لمده 10 شهور، اقبضها اي وقت ان شاء الله اقبضها الاخيره. هقبضها 2000. ال2000 دول هجيب بهم ايه؟ قطعه ذهب. ذهب 2000 ايه اللي هيجيبوا لي ذهب؟ ده الذهب الوقت واصل لانه داخل على ال5، لان ما يكونش داخل عليها انا مش متابعه يعني. هيجيب لي ربع جرام، ربع جرام ذهب. ايه ربع جرام دي؟ هلاقي ربع جرام دي في ايه؟ هلاقي سبيكه، هم بداوا ينزلوا من وقتي سبايك ربع جرام، هلاقي سبيكه ربع جرام اجيب ربع جرام. خاتم اطفال هجيبه واعينه، بريمه ذهب اجيبها واعينها، لعبه او لعبتين او 3 لعب حسب ما تجيب لعب ذهب اجيبها واعينها. والافضل تجيبي حاجه عيار 21 وتعينيها على جنب بعيده عن ايدك خالص، ولا كانك اشتريتي الذهب ده اصلا. تخلص الجمعيه دي اجددها من اول وجديد، اقبض ال2000 اللي عليهم الدور اجيب حاجه ذهب، تخلص اجددها من اول وجديد، اقبض ال2000 اللي عليهم الدور اجيب حاجه ذهب، وهكذا وهكذا وهكذا. الجمعيات اللي احنا داخلين دي فيها دي هتبقى ثابته، يعني ال200 جنيه الاولانيه اللي انا هدخلها في شهر 9 وهقبضها هجيب بقى حاجه للبيت. لما تخلص الجمعيه دي خلاص ابدا ادخل فيها من اول وجديد عشان ال2000 اللي عليها الدور اجيب حاجه للبيت، وبعدين لما تخلص ادخل بواحده جديده، وهكذا. ال200 التانية اللي انا هقبضها التاني عشان اجيب كتب المدرسه، لما تخلص الجمعيه هدخل في حاجه جديده عشان برضو كتب المدرسه اللي بعدها، وهكذا. كل حاجه هدفها واحد، هتفضل يعني الهدف مش هيتغير وهتفضل مستمره على طول ان شاء الله. تالت واحده اللي هقبضها قبل رمضان، وهجيب حاجات ب1000 لرمضان وحاجات ب1000 للعيد. لما تخلص هبدأ فيها برضو من أول وجديد وعينهم لرمضان والعيد، وهكذا. وبتاعة الذهب هي دي اللي أكتر واحدة فيهم لازم تستمر تستمر تستمر. أنا كده استفدت إيه؟ بال800 جنيه راحوا عليا، أنا ما استفدتش حاجة. لا، استفدتي واستفدتي قوي، أحسن ما هيبقوا في إيدك وهيطيروا على الفاضي.
لو هم في ايدك هتنزلي تجيبي حاجه حلوه للعيال ولا هتاكليهم اكله حلوه او غدوه حلوه وخلص الموضوع وخلص ال 800 جنيه. استفدت بان انت رقم واحد نزهتي نفسك ونزهتي اسرتك او خرجتيهم خروجه حلوه مرتين، بدل ما تخرجيهم خروجه اي كلام هتتمشوا في حته وكده وخلاص، لا انت هتزودي على الفلوس اللي معاكي دي وتعملي لهم اكل حلو كده في البيت وتروحوا تقضوا اليوم بره. انت كده اتنزهتي مرتين، جبتي حاجات للبيت انت نفسك فيها وكل شويه تاجلي تاجلي تاجلي. جمعيه منهم انت بتجيبي كتب المدارس من غير ما تشيلي همها، اتزحت من على دماغك، والفلوس اللي كنت بتجيبي بقى كتب المدارس كل مره عينيها على جنب، زوديها على الجمعيه بتاعت الذهب، نصيحه مني. تالت جمعيه خفت عليا في مصاريف رمضان والعيد. رابع جمعيه دي الاستثمار، دي الادخار، دي اللي كل الكتب قالت لنا عليها 15% من المرتب كل شهر لازم يتعانوا علشان الادخار. انتوا عارفين ان ال 800 جنيه اللي زادوا دول اللي هم اقل زياده، لو 1000 جنيه ال 15% عباره عن 150 جنيه استثمار، انا كده هبقى اخده 200 جنيه من ال 800 زياده دول استثمار، يبقى انا طبقت ال 15% استثمار. غير ان انا اكيد لازم ادخل في جمعيه عاديه بره ال 800 دول حتى لو ب 1000 جنيه ازودها على فلوس الذهب كاستثمار. الاستثمار ده هينفعني في ايه؟ هتجهزي بنتك لما تكبر ان شاء الله، هتبيعي الذهب وهتساعدي في جهاز ابنك لما يكبر ان شاء الله. لا قدر الله تعرضت لاي ظرف ولا تعب ولا حد عمل عمليه هتبيعيهم وتلاقي فلوس تصرفي. صح ولا غلط؟ الجمعيات دي كلها هندخل في جمعيات متفرقه مش جمعيه واحده، مع ان ممكن ادخل في جمعيه بال 800 واقبضهم 8000. ليه ما دخلناش في جمعيه واحده؟ هيتفرتكم. لو قبضتي ال 8000 في ايدك مره واحده هيتفرتكم، وفجاه هتدوري على ال 8000 مش هتلاقيهم، هتلاقي منهم 1000 ولا 2000 تفاهات مش هيعملوا لك كل اللي قلنا عليه ده. عشان كده قلنا لازم نوزعهم كل جمعيه ب 200 وبس. لو كنت استفدت من الفيديو ده بأي حاجة أو طلعت منه بأي حاجة، أرجوكي ما تنسيش تعملي اللايك وتبعتي الفيديو لأصحابك عشان القناة تكبر بيكم وليكم. أشوفكم الفيديو الجاي، مع السلامة.